الذين يرمون المحصنات ولا يأتوا بأربع شهداء تتبعه أنت بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. الذي حارب عليا، كثير من الصحابة يبغضون عليا ويسبونه ويقاتلونه، والتابعين كما يقول ابن تيمية تتبعه أنت بهذا. هذا ليسوا من الصحابة العدول. الأخ كذب ودلس ووضع شيء في الحديث، قال إنه أتاه كتاب أن النبي غضب عليهم، وهذا كذب لا يوجد في الحديث. الحديث ماذا يقول؟ إنه لما وصل الوليد بن عقبة بن أبي معيط هابهم وخافهم ثم رجع وكذب على النبي، وهنا سقطت العدالة وصار فاسقا، وأنبأ النبي كذبا بأنهم ارتدوا. فهنا غضب النبي ثم بعث إليهم خالد ليتثبت منهم. وفي رواية أنهم لما تأخر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا وقالوا لعل يا رسول الله تأخر هذا الرسول عن غضب منك أو كذا، فتبينوا الأمر. ولهذا نزل الوحي وقال إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني إذا جاءكم الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي وصفه القرآن بالفاسق، إذا جاءكم مثل هذا بنبأ فتبينوا. فثبت الفسق، وقرأت لك ما قال ابن حجر ونقل بأنه لا خلاف في أنها نزلت في الوليد، وأنت الآن تجادل. طيب في 2023 تجادل أنها لا ليس بفاسق الوليد بن أبي عقبة، وهذا غريب منك، يعني هذا غريب منك. الآن نحن نريد أن نسأل، أجبناه على أسئلة أبو يوسف. لحظة خلينا نسأل أبو يوسف قبل أنا أغلقت، أريد هذه فقط، أغلقت دقيقة أبو يوسف، هذه فقط أغلقت أنا التعليقات لأنهم تجاوزوا عليك، وهذا لأجلك كي لا تظنوا بنا السوء، وبإذن الله نحن أهل السنة منصفين وأهل الإنصاف، والإنصاف من حلة الأشراف. طب أنا أقول لك هذه فقط، أريد أن أعقب في هذه فقط. قال فظنهم هذا الوليد ظن أن دقيقة أبو يوسف هذه فقط. الوليد ظن أنهم قاتلوه. أنا قلت ماذا قلت؟ قلت لفظ الفاسق على الوليد سيء بعيد جدا. لماذا؟ لأنه توهم وظن، وهنا فقد أخطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. المخطئ لا يسمى فاسقا، وكيف؟ الآية من هو المقصود بها؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، من نزلت؟ المقصود هنا للعموم، إذا أردنا أن نأتيك بكلام المفسرين هنا للعموم. يا أبو زينب الله يحفظك، بمن نزلت؟ نزلت في الوقت والتاريخ، نعم، لكن نزلت للعموم. هذا نزل عام لبيان التثبت فقط. يا أخي أصلا شوف، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في رواية كان يعير هذا الوليد، يقول له أنت الذي أسماك فاسق، أفمن كان فاسقا كمن كان مؤمنا لا يستوون. هذه آية أخرى نزلت لما صارت مو يعير، العفو، صارت مسألة بينه وبين الوليد. السلام عليكم ورحمة الله. فنزلت آية أخرى وسمته عليكم السلام. دقيقة ابن الحج. طيب أفمن دقيقة هو توهم، دقيقة أبو يوسف، سمعتك. هو توهم فأخطأ. هل تحمل الفسق على المخطئ؟ لا والله، نحن نقول الله عز وجل يقول إن الله. أبو زينب أنت أعلم من الله يا أخي. توهم فظنهم ظنهم أنهم قاتلوه، ظنهم أن رسول الله يا أخي، ما بك. طب أعتذر منك عن المقاطعة، كمل له سيرد عليك. تفضل كمل. إخواني الأعزاء، طبعا هنا ولهذا أيضا بعض علمائكم أظن أنه علق على هذه المسألة على ما في ذهني الآن الألباني، ويقول عجيب أنه كيف يتوقفون، أو الآن لا أريد أن أقول أن الاسم حتى ما تؤخذ علي، أنا ما متأكد من الاسم، ولكن هذا استغراب. ما تنقل إذا ما عندك مصدر أستاذ، ما تنقل إذا ما عندك مصدر، ما تضيع الوقت. اهدأ ابن حجاز، أنا في ما عندك مصدر ما تضيع الوقت يا أستاذ، كلام هرطقات ما ينفع. طيب دقيقة ابن الحجاز. إذا قلت كلام أبو يوسف، إذا قلت كلام عن الألباني بالصفحة وكل المصدر، أعطينا كل المصدر، يعني إذا قلت هكذا كلام لا نقبله. تفضل.
فالألباني لعله كان يرد على الذهبي في قضية كيف أن الذهبي يتحرج في هذه المسألة، ولكن هذه اتركها الآن ما دام أنت تقول إذا ما في مصدر الآن ما نحتاجها. الله سبحانه وتعالى، ونقلت لك كلام ابن عبد البر وابن حجر في أنه لا خلاف، وباتفاق أهل العلم وباتفاق أهل المفسرين نزلت في الوليد بن عقبة بأنه فاسق. وأيضا هنالك آية أخرى أفمن كان فاسقا كمن كان مؤمنا لا يستوون، أيضا نزلت في الوليد في الوليد وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فسمي أمير المؤمنين مؤمنا والوليد فاسقا مرة ثانية. فأنت يا أخي العزيز الآن لما تقول لي لا يسمى فاسقا وتحاول أن تبرر له، هذا يعني هذا كلام ما فيه دليل شرعي. الدليل الشرعي يقول إن جاءكم فاسق، ونزلت في الوليد سماه فاسقا. أنت لست أعلم من الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طيب الصحابة الذين جاءوا بالإفك في حين إفكهم هل كانوا فسقة أم مؤمنين؟ الصحابة الذين جاءوا بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني بمعنى آخر هل الصحابي حين ارتكابه للمعصية يكون فاسقا أم يبقى عادلا؟ يعني حين ارتكاب المعصية هل يبقى الصحابي عادلا أم يكون فاسقا؟ تفضل يا ابن الحجاز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سألناه سؤالا بسيطا جدا جدا، قلت له من هو الصحابي؟ حتى في تعريف الصحابي لا يوجدون التعريف. سبحان الله العظيم، حتى في تعريف الصحابي. ابن حجر يقول أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي عنه، ومن غزا معه أو لم يغزو معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا أو مسلم أو ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى، وقلنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. إذن تعريف الصحابي الذي لا يعرف، الضيف الذي معنا مع كامل احترامي لأبا زينب، هذا الضيف المحاور الذي يدعي أنه ذو علمية لا يعرف من هو الصحابي. سمعتم تعريفه السقيم؟ يقول الصحابي كل من رأى النبي وسمع من الصحابة. والله أمر عظيم يا أخوان، والله أمر مضحك. الصحابي كل من رأى النبي وسمع من الصحابة. قلت له من أين؟ قال من صحيح البخاري في فضائل الصحابة. أعطنا ما أعطنا، ما أي صفحة ما نقل، كلام مبهم، هرطقات في الهواء، إنشائيات. طيب من أين استدللت من كلام فضائل الصحابة للبخاري؟ من أين؟ ما في. من أي صفحة طيب نقلته؟ أعطنا ننقل ما نقله أهل العلم عندنا في تعريف الصحابي أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على الإسلام فهو من الصحابة، إن كان نقل من النبي صلى الله عليه وسلم روايات أو لم يروي عن النبي أو جلس مع النبي وطالت جلسته هذه أو قصرت، أو أنه غزا مع النبي في غزواته، أو أنه لم يغزو مع النبي ومات على دينه وعلى الإسلام، فهو صحابي. لا يعرف ما هو تعريف الصحابي ويريد حوارنا ويريد أن يطعن في عدالة الصحابة. أما قال أنني كذبت على الحديث وأتيت بأمر أنا أضفته من عندي. طيب ممتاز، نرجع إلى كتاب. اسمعوا المصادر، اسمعوا أهل السنة ينقلون بالصفحة والجزء مباشرة. في جامع البيان لابن جرير الطبري الجزء 26 الصفحة 160 ماذا قال؟ قال حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثنا عمي قال ثنا أبي عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة ابن أبي معيط ثم أحد بني عمرو بن أمية ثم
أحد بني ابن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنه لما حدث الوليد أنهم أخرجوا لتلقونه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا. ليش تقول نحن نكذب؟ ارجع وابحث في المصدر، أنت لا تعرف ما هو الحديث عندنا وكيف ننقل الأحاديث. طيب يا أحبة، يقول: سألته سؤال آخر مع العلم أنه ما تطرق لآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أين الرد على هذه الآية؟ ما سمعنا. رد يا ضيفنا، ما سمعنا رد. أعدنا السؤال مرة ثانية، ما سمعنا رد. أنا أسأله أمامكم الآن في وقتي، هل ستجيب على هذه الآية أم لا؟ أنا أجبت على الآية وأنت الظاهر ما تسمع. أجبتك. ما هو جوابك؟ كان جوابي أن ابن جرير الطبري يقول هذه الآية لا علاقة لها إلا بأنهم من تبعهم بالهجرة من دار الحرب إلى دار السلام، وأن قيد بإحسان يعني أن في الصحابة فاسقين، فهنالك من لا تستطيع أن تتبعه بإحسان. لكن الظاهر أنت أين قال ابن جرير؟ في تفسير الآية، روح اقرأ. أنت أين قال؟ من تبعهم في جامع البيان في تفسير القرآن في قوله تعالى: ومن تبعهم بإحسان، قال من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان قال من تبعهم بالهجرة من دار الحرب إلى دار السلام. وأنا أضفت قلت لك قيد بإحسان أصلا هو هذا ضدك، أنه يقول أن في الصحابة من تتبعهم فقط بإحسان، لأنك ما تستطيع أن تتبع الصحابة بما فعلوه من البغي والقتل والإفك هذا كله ليس بإحسان. خلاص انتهى وقتك. انت وقتك اللي انتهى، أنا الآن وقتي. لا ما انتهى وقتي. كم دقيقة للشخص الذي يتكلم؟ صار ساعة يتكلم كما تكلمت. اسمع، والله ما وضع دقيقة سنعطيه دقيقة. لا، أحسنت أبوي يوسف. زينب، أنا ما قاطعته. تفضل لك. تركته. لا، سألته أنت دقيقة أبو يوسف. لا أبو يوسف ابن الحجاز، أنت قلت ابن الحجاز، أنت قلت أسألك في وقتي، هكذا قلت وأجاب. أكمل. تفضل. سنعطيك دقيقتين ابن الحجاز ثم نعطيه 5 دقائق. هو يعني للإنصاف. ليش تعطيني دقيقتين؟ لأني كنت أنظر، تكلمت لمدة 3 دقائق والنصف أخذها هو، يعني 3 دقائق ونصف، يعني للأمانة. طيب ما في إشكال، تعطيني دقيقتين ما في إشكال. طيب يا أحبة، سمعتم الرد؟ قال أنا سأعرض الوقت يعني. نعم. طيب سمعتم؟ قال في جامع البيان لتفسير الطبري. طيب نقرأ في تفسير الطبري. ممتاز. يقول في هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن والذين اتبعوهم، من هم الذين اتبعوهم؟ الضيف الذي معنا ما يعرف كيف يجيب. يقول الذين اتبعوهم بإحسان، أي أنه إذا كان يتبعوهم في غير الإحسان ما يؤخذ منهم. يا رجل، والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بما فعلوه هم وما عملوه مما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بكل فعل فعلوه عن النبي، وكل قول قاله النبي، وكل إقرار أقر به النبي، فهم أخذوا منهم الإحسان. أما إن كنت خالفتهم وما اتبعتهم فأنت خارج من هذه الآية. إذا ماذا قال الله؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن الذين نتبعهم بإحسان، فوجب علينا أن نتبعهم بإحسان وأن نحسن في عملنا
وأن نحسن في فعلنا، فنرجع إلى من؟ نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. يقول هو من تفسير الطبري: والذين اتبعوهم بإحسان، فقال زيد: ائتوني. يقول هذا من تفسير الطبري. اسمعوا ماذا قال. شوف: ومعنى الكلام رضي الله عنهم جميعا لما أطاعوه وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من أمره ونهيه، ورضي عنه السابقون والأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لما أجزل عليهم من الثواب على طاعتهم إياه وإيمانهم به وبنبيه عليه السلام، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار يدخلونها خالدين فيها لابثين فيها أبدا لا يموتون فيها ولا يخرجون منها ذلك الفوز العظيم. فقال ماذا؟ قال رضي الله عنهم جميعا لما أطاعوه. هذا هو الأصل. لما أقول له أعطني أين قال الطبري؟ أين قال؟ ما سمعنا. قال ارجع إلى التفسير، ارجع إلى التفسير. شنو ارجع إلى التفسير؟ دع الوقت له الآن، دع الوقت له يا أنا أريد أن يجيبني. عندي سؤال. طيب دقيقة زيادة يا أبو زينب، هو فوق ال5 دقائق. دعه يختم بسؤال فقط. دعه يختم. أنا ضبطك. أختم بسؤالي الآن. الله تبارك وتعالى عندما قال: أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من هم هؤلاء المهاجرين والأنصار؟ بسرعة: المؤمنين منهم. تفضل. قال أبو جعفر. نعم تفضل. يقول تعالى ذكره: والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا منازلهم وأوطانهم، والأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله، والذين اتبعوهم بإحسان. يقول: والذين سلكوا سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله والهجرة من دار الحرب إلى دار السلام طلب رضا الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليش ما قرأت هذا الكلام؟ ثم يقول: ما تأتي بالمصادر وتعريفك سقيم. انظروا يا أخواني، هذا في صحيح البخاري وفتح الباري في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة. يقول البخاري: ومن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ثم يقول لي الأخ: تعريفك سقيم. يعني ماذا أفعل؟ أنا أحاور ولا أدرس يا أخي وأعطيك بالملعقة؟ يعني مثلا إذا أنت ما تعرف تعريف البخاري الذي في صحيح البخاري الذي عرف لكم هذا، تقول لا 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 هذا لا يعرف وتعريفه سقيم وما يعرف كيف. ثم تذهب إلى تعريف ابن حجر، وأنت لما قلت لك ابن حجر بأنه قال بلا خلاف بين أهل التفسير وبين أهل العلم أن هذه الآية نزلت في الوليد بن أبي عقبة بن أبي معيط، ما قبلت كلام ابن حجر. عجيب أنت أمرك عجيب. ثم قرأت الحديث مرة ثانية. أين في الحديث أن يعني رسول الله هو الذي بعث للوليد؟ أنت قلت أن الرسول هو الذي أرسل إلى الوليد أن يرجع، أتاه كتاب من رسول الله. والحديث هنا يقول: هم ظنوا أن تأخر ورجوع لما سمعوا أن رسول الله رجع، ظنوا أن النبي بعث له يعني رسولا أو كتابا. يعني أنت ما تستطيع أن تفقه الحديث. الحديث ما يقول إن النبي بعث له. أنت حاولت أن تلبس على الناس وتقول إن النبي بعث وأعطى الوليد كتابا وبعث له كتابا أن يرجع، ولهذا هو ليس بفاسق. الله وصفه بالفاسق، كذب على النبي، قال إنهم ارتدوا كما في مسند أحمد وغيره. يعني أنت من الذي تريد أن تضحك عليه بهذا التفسير الذي أنت قرأته من رأسك؟
ولبست على الناس المسألة ولغمطتها خليت الناس تظن بأن النبي هو الذي بعث كتابا للوليد أن يرجع. طيب الآن خلصنا من هذه النقاط. كل هذا كما قرأنا لكم الآن من صحيح البخاري إخواني الأعزاء. ومن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. يعني ابن سلول صحابي، المنافقين الذين حاولوا قتل النبي في العقبة صحابة، الذين ارتدوا على أعقابهم يقول النبي أصحابي أصحابي، يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الذين قاتلوا عليا عليه السلام فيهم صحابة بالاتفاق، وهم قاتلوا أهل البيت، ورسول الله يقول من حمل علينا السلاح فليس منا. كل هؤلاء صحابة، وأنت تقول لي ليس فيهم. لا ما في صحابي فاسق. يلا أنا أسألك الآن سؤال. هذا الصحابي الذي نزلت فيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قاتلوا، الله أمر بسفك دمه. من هو هذا الصحابي؟ تفضل أمام الناس. انتهيت؟ اي ما في مشكلة. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تقاطع، خلاص اغلق المايك. يلا اغلق المايك. شاطر. شوفوا يا اخوان، لا تعطيه وقته ابو زينب، اعطيه وقته، لا تعطيه وقتي ووقته. خلاص اغلق المايك. اغلق المايك يا حبيبي، اغلق المايك. يلا. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندما ينقل من كتاب فضائل الصحابة يقرأ باب يا اخوان، ما يقرأ تعريف الصحابة. 5 دقائق ابو زينب. لا تقاطع، لا تقاطع. لحظة خلينا نرتب الموضوع. لا تقاطع. ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ اغلق المايك. يلا اغلق المايك. الرجل اعطاك 6 دقائق بالخطأ. اغلق المايك. اغلق المايك. لا تتوتر، لا تقاطع. يلا شوفوا يا اخوان، اغلق المايك. اغلق المايك. يلا شاطر. شوفوا يا اخوان، الان عندما سألته أين الدليل وأين التعريف للصحابي، قال البخاري في كتاب فضائل الصحابة عرف الصحابي وقال أو رآه من المسلمين باب هذا باب اسمعوا ماذا يقول: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ثم ماذا يقول هذا الذي لا يعرف؟ اسمعوا ماذا يقول: ابن سلول من الصحابة. يقرأ التعريف ثم ماذا؟ يخطأ حتى في كلامه. التعريف أمامه ماذا يقول؟ أو رآه من المسلمين. ابن سلول عنده مسلم، ترى الضيف الذي معنا ابن سلول عنده مسلم. استغفر الله واتوب إليه. طيب يا أخوان، أيضا يقول عن أبو جهل أنه مسلم. ثم ماذا؟ والله ما سمعت، أنا انصدمت عنده. وأبو لهب على تعريفه، نعم أحسنت. وغيرهم من هؤلاء عندهم على وضعه هذا الذي يعني والله صدمني. هذا محاور يا اخوان، بالله هذا صحابي. هذا يقول ان ابن سلول عنده مسلم. لماذا؟ لانه راى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابه. طيب نكمل كلامنا. سالته سؤال: من هم الصحابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات؟ ما سمعنا جوابا. تخبط مسكين، تورط. حتى أصحابه في التعليقات قاموا يعني يعززوا له: قول يا أبو يوسف، جاوب، اضرب. ما في كلام، كله هرطقات. ما سمعنا جوابا. ونعيد السؤال مرة أخرى: أين الدليل على أن الصحابة هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ليسوا كل الصحابة؟ أين؟ جاوبنا، أين؟ ما سمعنا. طيب يقول: أنا عندي سؤال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هل البغي، اسمعوا السؤال جيدا يا أخوان، هل البغي يعتبر كفر؟ تفضل.
من وقتي أجب ثم أكمل كلامي. البغي يعتبر، وأنا جاوبت. البغي شنو؟ لك المؤمنين. شنو؟ ما سمعت. أنت قلت هل البغي يعتبر وسكتت. أنا أقول لك البغي يعتبر فسق. يعني نعم من الفسق. تفضل. البغي يعتبر فسق. ممتاز. نقرأ الآية إذن. اسمعوا يا إخوة. يقول أن الذي بغى يعتبر فاسق. اسمعوا يا إخوان. الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله يقول من المؤمنين والأستاذ يقول فاسق. إذن المؤمنين عنده فاسقين. شفتوا يا اخوان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا. يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. من المؤمنين، والضيف يقول أنه فاسق. إذا المؤمن فاسق عنده. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بغت إحداهما، مؤمنين، ويقول أنهم فاسقين. إذن هل رأيتم الذي يقول عن المؤمن أنه فاسق ويقول عن الصحابة أنهم ليسوا عدول هو نفسه يقول الآن أن الذي يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي أنه فاسق. اسمعوا الرد الآخر. علي بن أبي طالب في كتب الشيعة ماذا يقول؟ يقول إنما هم إخواننا بغوا علينا. علي بن أبي طالب يرى أن الذين بغوا عليه إخوان له وهم فساق. هل الفاسق في نظرك أخا لعلي بن أبي طالب؟ جاوب. انتهيت؟ يلا. قال الله خلصت يا ابن الحجاز؟ خلصت؟ ايه لا اريد ان تفضل لك المايك. انتهى وقتي انا. خلص الوقت. خلص الوقت. خلص الوقت. طيب. نعم انتهى الوقت. انتهى الوقت. انتهى الوقت. انتهى الوقت. يلا. دائما اخواني الاعزاء لما نعطيه الجواب في اول المداخله ينساه ويقول، لما يخرج في مداخلته يقول ما اجبت. الله سبحانه وتعالى يقول والى عاد اخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. طيب يعني هل هؤلاء الأنبياء إخوان الكفار؟ فإذا أنت يعني عندك إن الأنبياء هم إخوان الكفار، فعادي الإمام علي عليه السلام قد يكون أخا لمن قاتلوه بهذا المعنى الذي وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا. فهذا يعني ليس في شيء كبير. ثم جاوبناك على قضية المؤمنين، أن المؤمنين هم الذين وعدهم الله بالحسنى. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات جنات، مو أي واحد. طيب يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 7 صفحة 465 يقول والمنافقون مسلمون ظاهرا. يقول والمنافقون مسلمون ظاهرا. وأيضا خاطبهم الله سبحانه وتعالى، فقط أطلع النص حتى شنو يقول والمنافقون. افتح لك الكاميرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا إخواني الأعزاء فقط ثواني. هذا في الجزء الرابع صفحة الجزء السابع صفحة 465 يقول والمنافقون هم في الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة، لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره، إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فطيب يقول هذا حذيفة قال وكان أعلم الصحابة بصفات المنافقين وعيانهم، وكان صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال له صاحب سره الذي لا يعلمه غيره. وأيضا في مكان آخر يقول ابن تيمية بأنه الله سبحانه وتعالى خاطب المنافق بالمؤمن لأنه يريد إصلاحه وصلاحه،
خاطبه بالمؤمنين لأنه يريد له الصلاح. فإذا أنت ما تعرف هذه المسألة وأن المنافق يخاطب بالمؤمن تعلمها هذه الساعة. إخواني الأعزاء، سألناه بمن نزلت هذه الآية، ثم يقول كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنون، ثم طيب الله ما وصفهم مؤمنون بعد أن صدر منهم البغي؟ بعد أن قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يأمر بسفك دم المؤمنين الله، وهو الذي يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله يأمر بسفك دماؤهم. كيف يكون في حال البغي يا ابن الحجاز لا يكون مؤمنا في حال الفسق؟ وسؤالي اليتيم الذي ما استطعت أن تجيب عليه، هل الصحابي في حال ارتكاب المعصية الكبيرة كما قال ابن عثيمين لا شك أن الصحابة صدر منهم سرقة وقتل وزنا بإحصان وبغير إحصان هل هؤلاء يبقون فيكونون مؤمنين في حال ارتكابهم لتلك الأمور، أم ترتفع عنهم العدالة ثم ترجع إليهم إذا تابوا؟ تفضل، هذا سؤال مهم، وإذا أنت لا تراه مهما فأجب من أجل الاحترام المستمعين. هل الصحابي أيها المسلمون عند ارتكابه للكبيرة وللمعصية هل يكون فاسقا أم يبقى عادلا وإلى آخره؟ هل ترتفع العدالة بارتكاب الكبيرة أو لا؟ تفضل. انتهيت؟ باقي لك 16 ثانية. ممتاز. طيب بسم الله والحمد لله تفضل. والسلام على رسول الله. سمعتم يا أخوان؟ قال ماذا؟ قال أن المنافقين يوصفون في كتاب الله بالمؤمنين. طيب هو يعتقد أن علي بن أبي طالب عندما قال إنما هم إخواننا بغوا علينا أنهم منافقين في ظاهرهم. شوفوا يا أخوان اسمعوا ماذا قال في كتاب الوسائل بسنده عن مسعد بن زياد عن جعفر بن أبيه عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه. اسمعوا لم يكن ينسب إلى أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق. بوم. ولكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا. والضيف الذي معنا ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ أنهم منافقين. طيب كانوا علي بن أبي طالب ما قال عنهم منافقين. علي بن أبي طالب ما قال عنهم منافقين يا أستاذ. شلون؟ الشيعة صار يقول جاوب لا تهرب. جاوب. قاعد أجاوب يا أخوان، قاعد أجاوب. اسمعوا جوابي. اسمعوا يا شيعة، اسمعوا. صاحبكم ورط نفسه ولا يقرأ كتبه. ليته قرأ كتب أهل السنة واستفاد منها. اسمعوا يا أخوان. يقول لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا. يلا خذ الثانية الآن. يقول الضيف الذي معنا أن ابن عثيمين قال أن من الصحابة رضوان الله عليهم من فعلوا ما فعلوا كذا. نعم، نحن عندنا الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين كأئمتكم. عندنا الصحابة يصدر منهم الصغائر ويصدر منهم الكبائر، لكنهم هؤلاء الصحابة الذين صدر منهم هذا الخطأ وهذه الكبيرة وتابوا إلى الله، هل ما زالوا يوصفون بالفسق أم أنهم مسلمين؟ شفتوا اللطم يا أخوان شلون؟ ضرب. ما عندنا ما نلف ندور، نتكلم مباشرة بما قال الله وما قال الرسول. هؤلاء هم. هل كانوا عندما يفعلون الصغائر والكبائر، نحن ما قلنا أن الصحابة معصومين، ما قلنا أن الصحابة ما يخطئون. نعم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخطئون، كانوا يفعلون الصغائر، كانوا يفعلون الكبائر، كانوا وكانوا. لكن هل عندما تابوا إلى الله هل يقبل توبتهم أم لا؟
الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عندنا حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. سمعتم يا إخوة؟ فالذي لا يعرف ويهرف بما لا يعرف هذه عندما يقع الآن وقع. يقول الأستاذ الله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. الله قدم الصلح، الله قدم الصلح أصلا على أن يحصل البغي. فماذا قال؟ فأصلحوا بينهما. حصل فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ما الآية التي تليها يا إخوة؟ الضيف ممكن لا يقرأ القرآن، أنا ما أعرف ممكن، أنا أقول ممكن يعني لو قرأ القرآن لعرف أن الله تبارك وتعالى أتبع هذه الآية بإنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآن سؤالي، هل الصحابي الذي يفعل الصغائر ويفعل الكبائر ويتوب إلى الله يبقى فاسقا أم هو مسلم؟ تفضل. هذا أهلا بناصرنا، ما شاء الله ما شاء الله. إخواننا الأعزاء سمعتم التطور الذي حصل. الأخ رجع إلى قولنا، نحن في بداية الحوار قلنا بأن ليس كل الصحابة عدول، هذا الصحابي الذي يصدر منه فسق يكون فاسق، وإذا تاب ورجع واستقام وثبت ذلك فيكون على حسب ما فعل ويكون يعامل بالظاهر. وقال ابن عثيمين أيضا، نعطيك مرة ثانية كلام لابن عثيمين مهم اخواني الاعزاء في مختصر التحرير، محمد بن صالح شرح مختصر التحرير سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ 71 رقم الصفحة 669 فصل الصحابي. يقول وقوله والصحابة عدول والمراد من لم يعرف بقدح، يعني المراد من قوله إن الصحابة عدول من لم يعرف بقدح، فأما من عرف بقدح فإنه ليس بعدل حسب القدح الذي فيه. فإذا يا أخوان وافقنا الأخ العزيز، يقول نعم الصحابي هذا الذي يفسق والذي يصدر منه الفسق لا يكون صحابيا عادلا، سقطت عدالة الصحابة، انتهى الموضوع. إذا نقول الصحابة مسلمين عاديين حالهم حالك وحالي، وإذا صدر من أحد منهم فسق يكون فاسق، وإذا تاب يتوب الله إن شاء الله عليه، وخلص وانتهينا من الموضوع، ونبحث في سيرتهم ونعرف من هو الذي فسق ومن هو الذي لم يفسق. فإذا أنت بابا Mom said I could have a chocolate chip cookies. أوكي. فأنت يا عزيزي الفاضل خلاص قل بقول الشيعة أهلا بناصرنا، أهلا بناصرنا. أما علي لم ينسب أحد من أهل حربه إلى الشرك والنفاق، ولا النبي نسب المنافقين إلى النفاق في حياته. تفضل اعطينا. هل قال النبي لابن سلول أنت منافق؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين حاولوا قتله بالعقبة أنهم منافقون؟ هل نسب النبي من كانوا منافقين وكانوا 12 في أصحابه قال لهم أنتم منافقون؟ تفضل اعطينا وين هذه الأسماء، نريد أسماء المنافقين حتى نتجنبهم، لأنهم أنتم يا أخوان أهل السنة اليوم يقول لك الصحابة كلهم عدول 114,000. طيب هؤلاء الصحابة لما نأتي إلى سيرتهم واحد منهم زاني وواحد منهم شارب خمر وما نعرف، إحنا ثبت عندنا الجريمة ولم تثبت عندنا التوبة. الأخ يقول إذا تاب يكون عادل، إذا تاب يكون عادل، يثبت التوبة.
اثبت التوبة لمعاوية الذي قاتل عليا وكان يسبه حتى مات ولم يوقف السب إلا بعد 40 سنة في خلافة عمر بن عبد العزيز. اثبت التوبة للذين حاربوا أمير المؤمنين عمرو بن العاص. اثبت التوبة لمن قتل عثمان. يلا عندك صحابة قتلوا عثمان، اثبت توبة قاتل عمار الصحابي أبو الغادي الجهني الذي بايع تحت الشجرة وقتل عمار. اثبت. إذا ما تثبت التوبة لهؤلاء اثبت توبة أهل الجمل. أتحداك الآن أمام الناس، عائشة اثبت توبتها وإصلاحها، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وتبيينها بأنها أخطأت وماذا؟ لأن التوبة بشروط، ترى مو هكذا بكيفك أنت. الله يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أثبت أمام الناس أن عائشة وطلحة والزبير تابوا قبل لا يقتل مروان طلحة وهو الدم يجري من ركبته، قال استغفر الله وأتوب إليه من قتال علي. وقبل لا يقتل ابن جرموز من شو اسمه هذا الزبير، قال استغفر الله وأتوب إليك من خروجي على علي. وأيضا عائشة تابت وأصلحت وبينت أنها مخطئة. تفضل اعطينا توبتهم. من أين لك هذا الكلام الذي أنت تقوله؟ هو هذا قول الشيعة. الشيعة يقولون في أصحاب محمد 12,000 مؤمنين يصومون النهار يقومون الليل، وهؤلاء متفرقين في الأمصار وخلص. الناس على حال الإسلام، يزيد وينقص الإيمان فيهم وفيهم درجات ومراتب. خلاص انتهينا من الموضوع. إذن يا إخوان، الشيعة والسنة اتفقوا على أن ما في كل الصحابة عدول، وإنما بعض الصحابة عدول، والحمد لله رب العالمين. تفضل. طيب، أهلا بك أنت يا ناصرنا. أهلا بك أنت يا ناصرنا، أنت من نصرنا الآن. شكرا. سمعتم قوله؟ قال أن الصحابي الذي فعل الكبيرة وفعل الصغائر وتاب إلى الله عز وجل مسلم. ممتاز. إذن الذي يموت من الصحابة رضوان الله عليهم بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على إسلامه. ثواني وقف وقتك. لحظة، لا مو مقاطعة لك. لابو زينب. واحد اسمه أبو جاسر. لا تقاطع. أغلق المايك. اصبر يا عمي. يستهزئ بالإمام الحسين، يقول ما سكت. تأدب. واحد ناصبي على التاكسي يستهزئ بالإمام الحسين. أغلق المايك. اهدى. ابن الحجاز. أغلق المايك. ابن الحجاز وقفت الوقت. ما قاطعته. ابن الحجاز وقفت الوقت. بس خليه وقفت الوقت. عمي هدي. وقفت الوقت. وقفت يا ابن الحجاز. يا رجل دقيقة يا ابن الحجاز. سأعيد الوقت. ليش تتدخل في وقتي؟ يغلق المايك. وقتك. اصبر يعيد لك الوقت. واحد ناصبي ابن حرام يتكلم عن الإمام الحسين. أغلق المايك. ايش فيك؟ أغلق المايك. سمعتني؟ أغلق. نعم سمعت. أغلق المايك. يلا. سأحضره. أبو يوسف اكتم الوقت. نعم. لا تفتح المايك مرة ثانية. تأدب. ايش فيك انت؟ أغلق المايك. يلا. سأعيد يا ابن الحجاز. تفضل. لا يتكلم مرة أخرى في وقتي. يغلق المايك. أراد أن ينبه أحد تجاوز عليه. يا ابن الحجاز، أحد تجاوز عليه. شيعة وسنة في البث يا أبو زينب، في البث شيعة وسنة. أغلقت. طب اتركنا من هذا الأمر. أغلقت. لا يتكلم في وقته. يغلق المايك ولا يقاطع. يلا. لا عاد أسمع صوته في مداخلتي. أغلق المايك لك. أغلق المايك. تفضل. أبو يوسف. أنا ما في مشكلة. أبو بس يوسف. ما يحاول يتكبر. أغلق المايك. لا تتكبر. اسمع أنت الذي تريد. أبو يوسف.
ابن الحجاز كمل. لا أبو يقاطع زينب. يا أبو زينب. زينب مو مقاطعة له، ولكن أبو يوسف أكتم أبو أغلق يوسف. المايك يلا. أكتم المايك. أبو يوسف سأتكلم. اكتم المايك يلا. نعم سأتكلم معه. سأتكلم معه. أغلق المايك إلا تتكلم بأدب. يلا تأدب. ابن الحجاز تأدب. يا ابن الحجاز، يا ابن الحجاز اتركنا. ابن الحجاز اتركنا من الألفاظ، رد عليه مباشرة، رد عليه. أين الألفاظ؟ أين الألفاظ؟ أين الألفاظ؟ يا أخي قلنا له اكتم يا أبو يوسف، اكتم يا أبو أنا يوسف. أكتم الآن اكتم كرامة المايك لأبو يلا. زينب. اكتم المايك. أما هذا التكبر اكتم المايك لا يلا. يهمني. اكتم المايك. خلاص. لا. نعم زينب. نعم يلا اكتم يا أبو لك يوسف. أنت فقط كرامة والله. سأتكلم معه يا أبو يوسف. أبو يوسف سأكتم معه. تفضل ابدأ يا ابن الحجاز. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعيد الوقت من وقتي مباشرة تعيده؟ لا ما توقف الوقت، تعيد الوقت. ايه نعم، أحسنت. ما يفتح المايك في وقتي نهائيا إلى أن أنتهي من كلامي. عنده إشكال يتكلم في وقته، كان عنده وقت 5 دقائق يعلق كما يريد، ما يتكلم في وقتي. طيب يا أخوان، شفتوا الآن عندما الرجل وقع وأصبح الآن هو من يناصرنا والله، قال بهذا اللفظ والبث مسجل عليه أن الصحابة رضوان الله عليهم إن عادوا عن فعل فعلوه من كبيرة أو صغيرة وتابوا إلى الله فهم مسلمين. هذا ما قاله. شكرا. إذن هذا قولنا. نحن عندنا في اعتقادنا، نحن أهل السنة والجماعة، من هو الصحابي؟ الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على إسلامه فهو هذا الصحابي. ثم يقول: أين النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بين أن ابن سلول هذا منافق؟ في آية يا أستاذ، أنت ما تقرأ القرآن. إن كنت لا تقرأ القرآن ارجع واقرأ القرآن. في سورة التوبة مباشرة يقول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن هذا دليل صريح من الله تبارك وتعالى على ابن سلول الذي أنت ما قبل قليل في مداخلتك التي قبل قليل قلت عنه أنه مسلم وأنه صحابي. لماذا؟ لأنه رأى النبي. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الآن يقول أن علي بن أبي طالب ما كان يقذفهم بالمنافقين. نعم صحيح، أحسنت. كيف يقذفهم بالمنافقين؟ هو يقول: إخواننا بغوا علينا. بل قال: ما كان ينسب لأحد من أهل حربه إلى الشرك ولا للنفاق. ما كان يصفهم لا بالشرك ولا بالنفاق. أنت الآن تقول أنه وصفهم بالمنافقين وأن الصحابة كانوا منافقين. يا رجل، قرأت من كتاب مجمع الفتاوى لابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله قولا أصبح حجة عليك لا لك، والله المستعان. طيب يا أخوان، المسألة الثانية، سألته سؤال ما سمعت ردا عليه: هل الفاسق كان مسلما وهو فاسق فعل الصغائر وأخطأ وأذنب ومات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أنا ما أتكلم عن الصحابة، أنا أتكلم علي أنا وعليه وعلى البشر العاديين، ما أتكلم عن الصحابة. الفاسق الآن حكمه عنده مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وهو مسلم، هل في نظره هذا الفاسق كافر؟ نريد أن نعرف فقط، سؤال استفهامي، يريد أن نعرف هل في نظره أن هذا الفاسق كافر؟ يجيبنا. ثم الله تبارك وتعالى ما ذكر لنا في كتابه أن الصحابة رضوان الله عليهم معصومين. من المعصوم عندنا؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن أنا أريد أن أعرف الآن، لماذا في كتبهم روايات يطعنون في معصوميهم، هؤلاء الذين لا يخطئون، هؤلاء الذين ماذا؟ لا يخطئون. نحن عندنا الصحابة في اعتقادنا نحن أهل السنة والجماعة يخطئون، يذنبون ذنبا، سواء كان هذا الذنب من الكبائر أو من الصغائر، يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. هو الآن عنده المعصومين هؤلاء
لماذا يخطئون وهم معصومين من الله تبارك وتعالى من الصغائر والكبائر؟ فإن فعلوا هذه الأفعال وأخطأوا هل هو يصفهم بالفسق؟ فإن وصف معصوميه بالفسق أسقط عصمتهم، وإن وصفهم بغير الفسق وصفهم بغير الفسق إذن الصحابة ليسوا فاسقين. المعصومين عندك عندما أخطأوا في كثير من الروايات، وإن أردت سأعطيك، الوقت الآن لا يسعفني أن أعطيك الروايات، لكن في مداخلة أخرى بإذن الله سأعطيك. المعصومين عندكم عندما أخطأوا هل هم فاسقين أم ليسوا فاسقين؟ تفضل. طيب يعني نجيبك من البداية وإن شاء الله ما تنسى الجواب مثل. طب أبو يوسف دقيقة قبل أن نتكلم، من الذي تجاوز عليه؟ قل لي من الذي تجاوز عليه اسم. أبو زينب في التعليقات كانت تجاوزات. راح صوتك. أبو زينب كانت في التعليقات تجاوزات من دقيقة يا ابن الحجاز، ابن الحجاز دقيقة فقط، يا أرجوك نحن هنا للإنصاف. تسمعني يا أبو يوسف؟ قلت لك من الذي تجاوز عليك؟ يا أخي تسمعني الآن إن شاء الله؟ تسمعني؟ أسمعك. نعم. أبو زينب. نعم. الذي واحد نعم اسمه أسمعك. واحد اسمه أبو جاسر تجاوز على الإمام الحسين بن علي. يقول لي أبو يوسف قل لنا كيف حسين قتل، يستهزئ بالإمام الحسين وأبي هذا. نعم. فهذا هذا قليل الأدب يعني. نعم. امسكهم. نعم. أبو يوسف نحن هنا لا يتجاوز عليك أحد بإذن الله، لا نترك أحد وإن كنا مخالفينك. نحن نهانا الله عز وجل عن الأمور هذه، لكن أقول لك تفضل لك الوقت. على كل حال لك الوقت. طيب يا هذا الأخ إن شاء الله ما ينسى الجواب الذي سنجيبه به، ويعني يبدأ ويقول ما أجاب. المعصوم عليه السلام عندنا عصمته ثابتة بالقرآن والقطعي من الأحاديث والأحاديث المتواترة وبالعقل. فالأحاديث الآحاد مثل الآيات التي ترد فيها شبهة على الله، يأتي واحد يقول لك نسوا الله فنسيهم، الله ينسى، إذن الله ليس بإله وما أعرف شنو، أو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليس بنبي لأنه فعل كذا وكذا، أو أنه ظالم، موسى ظالم لأنه قال ظلمت نفسي، أو يونس فسقطت نبوته لأن الله يقول لا ينال عهد الظالمين. هاي كلها شبهات وأحاديث آحاد وروايات وآيات متشابهة لا تنقض الأصل الثابت من العصمة. نحن حديثنا معك في عدالة الصحابة، أنتم على منابركم وفي كلماتكم ماذا تقولون؟ تقولون بأن الصحابة عدول كلهم أجمعين أتبعين أبصعين، ما أعرف شنو هذه الألفاظ التي تستخدمونها، كل الصحابة عدول ورضي الله عنهم جميعا. طيب كيف أنت ثبت لك هذا؟ ما هؤلاء الصحابة هذه سيرتهم. الوليد بن عقبة بن أبي معيط نزل فيه القرآن فاسق ولم يثبت توبته من الفسق، كان يشرب خمر وإلى آخره حتى عزل ولعله حتى مات. تفضل أعطينا. الذين قاتلوا عليا، عائشة طلحة الزبير، أعطينا توبتهم. معاوية أعطينا توبته من قتاله علي وفيئه ورجوعه إلى علي أو إلى الحسن، لم حتى حصل الصلح والهدنة ولم يرجع إلى علي، بل نقض وولى ابنه يزيد ونقض الصلح. طيب أين هذه التوبة للصحابة؟ أين؟ طيب يقول ابن تيمية في الجزء الثامن صفحة 138 من منهاج السنة، أو الجزء السابع صفحة 138: وكان كثير من الصحابة يبغضونه يعني علي ويسبونه ويقاتلونه.
هذول الكثير من الصحابة والتابعين الذين قال ابن تيمية كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه، هذول رسول الله يقول فيهم أنهم منافقون، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طيب أنت كيف تقول لي خليني أقول الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وهؤلاء لا نعرف توبتهم، لا نعرف توبتهم، لا نعرف حالهم، كيف تأخذ دينك من المنافق؟ فأنت يا أخي العزيز مشكلة عندك أكبر مما تتصور. هاي الروايات اللي ممكن تحاول أن تشير إليها في قضية الأئمة أو النبي أو الأنبياء أو حتى الله سبحانه وتعالى، هذه لا تنقض الأصل الثابت. أنت ما عندك أصل ثابت في قضية عدالة الصحابة. أما ابن سلول النبي صلى عليه وكفنه بقميصه ودفنه، وإجا عمر وغضب ومسك النبي وسحله وقال ألم ينهك الله أن تصلي على المنافقين؟ طيب النبي ما قال أنه منافق، النبي ما قال أنه منافق، لم يكن يقول له لابنه أبوك منافق أنا لا أصلي عليه، لم ينسبه إلى النفاق. طيب الصحابة الذين حاولوا اغتيال النبي في العقبة، يقول ابن حزم روى الوليد بن جميع أخبارا فيها أن أبو بكر وعمر وطلحة وما أعرف منه هؤلاء حاولوا، وسعد بن أبي وقاص وكذا، يعني أكثرهم العشر المبشرين بالجنة، حاولوا قتل النبي في العقبة. يا أيها المسلمون صحابتكم العشر المبشرين في الجنة متهمين بقتل نبيكم ما عدا علي كان جالس في المدينة. طيب كيف احنا الآن نعرف والنبي أسر بأسمائهم ولم يذكرهم؟ طيب كيف نعرف هؤلاء صحابة عدول ولا مو عدول؟ الصحابي الذي ماتت فاطمة غاضبة عليه أبو بكر وهو يقول ليتني لم أكشف بيت فاطمة ولو غلق على الحرب، كما يرويه في الأحاديث المختارة الجزء الأول صفحة 90 بسند حسن، كما يقول عبد الواحد المقدسي، يقول قال أبو بكر ليتني لم أكشف بيت فاطمة ولو غلق على الحرب، يعني لم أهجم على بيت فاطمة وأكشفه. طيب هذا كيف نعرف أنه تاب وأصلح وبين وأرجع حقوق فاطمة؟ أنتم في مشكلة أكبر مما تتصورها يا عزيزي. نريد منك أن تبين لنا الصحابي هؤلاء هل هم يبقون على عدالتهم مع بسم هذه الله الأمور والحمد أو لله لا؟ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرجل مسكين تخبط والله، وهذا هو الحق، والحق أبلج والباطل لجلج. الرجل أصبح يشرق ويغرب ويدخل مواضيع أخرى، غضب فاطمة، ابن أبي سلول، وماذا فعل وماذا قال، وهذا هو الذي سمعناه. الرجل مسكين خلاص تورط. عندما ألزمناه من كتبه في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه ما وصف هؤلاء ممن نسبوا إلى أهل حربه لا بالشرك ولا بالنفاق، تورط، ما عرف يجاوب. شوف يخرج من هذا الرد ما يجاوب، ما يرد عليه، يروح لمواضيع ثانية، يهرب بعيد، وأنا أرجع أقول له تعال ارجع يا رجل، هو يقول لا دقيقة، ويروح يفتح مواضيع ثانية. مسكين والله مسكين. سألته سؤال بسيط جدا: هل المعصومين عندك عندما أخطأوا وأذنبوا هل هم فساق عندك؟ ما جاوب. سمعتم الرد؟ قال كلام أنا ما فهمته، والله أتحدى أحد فيكم يفهمه. الأئمة عندنا معصومين، نسوا الله فنسيهم، مدري شنو هذا الدليل، راح فاطمة رضوان الله عليها ماتت وهي غاضبة على أبي بكر. وين الجواب؟ معصومينك لما يخطئون هل هم فساق أم غير فساق؟ جاوب. المعصوم عندك الذي لا يخطئ لا يذنب لا يسهو لا ينسى، هل هو معصوم أو هو فاسق؟ ما أقول لك لا يخطئون. طيب لو قلت أن المعصوم عندك لا يخطئ، ممتاز. علي بن أبي طالب في رواية في كتبكم صعد على المنبر وجاءته امرأة وقال لها يا سلفع، وقذفها بأقبح الأوصاف.
هذا المعصوم الآن ما أخطأ عندما قذف الامرأة على المنبر؟ ايش رايك؟ حلوة هذه، ها؟ حلوة هذه. والذي حكم على رجل بأن تقطع يده ثم تاب إلى الله، كيف يتوب المعصوم؟ كيف يتوب المعصوم عنده؟ ها؟ حبيبي، أنت ما تقرأ كتبك؟ تجاهل في كتبك يا حبيبي. كيف يتوب عندك المعصوم؟ يقول تاب أنه أخطأ بحكمه على من قطع يده، كيف يتوب؟ يتوب وهو معصوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أخوان، أما مسألة لا ما تأدب، هو ما تأدب مع الصحابة عندما قال الصحابة عدول مدول ما أدري شنو ما أدري شنو. نقول لك معصوم. المعصور عندك عفوا المعصوم، عفوا المعصوم عندك، ليس المعصوم. المعصوم عندك أبو زينب. الظاهر الحرارة ارتفعت عند ابن الحجاز بدون تجاوز يا ابن الحجاز. اكتم يا أبو يوسف، اكتم يا أبو يوسف. حتى يتخلص من الحوار، بس أنا جالس على لحيتك. أنا ماسكك من لحيتك الآن ولن تهرب. دقيقة أبو يوسف، أبو يوسف يا ابن الحجاز اتركنا من كي يعني يقول لا هو يريد يهرب. وهذه الأمور. أبو زينب دقيقة هو نعم اتركنا من الدقيقة أبو يوسف. اتركنا من أبو زينب. نعم. أنا ما فتحت المايك يا أبو زينب. دقيقة يا رجل، اتق الله فيني، اصبر. الرجل ماذا قال؟ قال الصحابة عندكم عدول مدول هدول ما أدري شنو قال، وتجاوز على الصحابة. أنا فتحت المايك علقت، كنت أنتظرها منك يا أبا زينب، لكن أنت ما علقت. تفضل. والله ما سمعتها، والله أنه قال هذا القول، والله ويشهد الله على ما أقول. فأنا لي الحق أن أرد بطريقته. سأتكلم معه في هذا الأمر. ممتاز. إذن وجب أن ترجعه، وإلا نتكلم عن المعصور عنده. المعصوم عنده جاهل. هذه جملة يقولونها. لا اسمع يا جاهل، اسمع بس ثواني حتى أعلمك ما في كتبك. اسمع. إيش؟ أقصعين أكتعين هذه في كتبك يا زويهل. اسكت. أبو يوسف في وقت ترد علي، في وقت. اسكت. لا عاد تفتح المايك، يلا خلاص. طيب اتركنا من هذه الكلمات يا ابن الحجاز، اتركنا من هذه الكلمات. يعني ايش؟ اسكت. هذه لغة عربية فصحى. قل اسكت فقط يا ابن الحجاز. يا ابن والله ابن الحجاز اتركنا من الحوار لو سمحتم فض علينا الآن. سنقطع الحوار يعني وتركنا من هذا، لأنه ليس كلام علمي، لأنه راح يذهب ليس كلام علمي، فتركنا من الحوار لا نتجاوز. يا أخي سأتكلم معه والله سأتكلم معه يا ابن الحجاز. أنا ما سمعت اللفظة، لكن اترك من الألفاظ الزائدة كي لا يقول هو يريد يتهرب. وأنت سمعت. سبحان الله أبو زينب، سبحان الله. أنت ما انتبهت لكلامه وانتبهت لكلامي أنا كنت أنتبه للتعليقات لأنه قال تجاوزوا علي. أنا ما أريد أن يتجاوزوا عليه. أنا هنا للإنصاف بإذن الله، والإنصاف حلة الأشراف، والأشراف أقل الأصناف. فالذي اسمع مني يا ابن الحجاز، اسمع مني. فالذي حجته ضعيفة هو الذي يبادر بالسب والشتم والتنقيص من الطرف الآخر. أما الذي حجته قوية يثبت ويقول الحجة، أنا هكذا أرى. فالذي يريد أن ينقص من الطرف الآخر وينتقص منه، هذا لا نريده. يعني إن كان الانتقاص من الطرف الآخر نقطع الحوار. اسمح لي نقطع الحوار. حق لي الرد. اصبر. الرجل والله ما تجاوزنا عليه وما أسأنا الأدب إلا عندما أساء الأدب مع الصحابة، وأساء الأدب مع أم المؤمنين رضوان الله عليها. دقيقة أبو يوسف سأتكلم معه. الرجل جاهل باللغة العربية.
أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف يا أبو يوسف يا أبو أبو يوسف زينب أبو زينب خلي كمل خلينا أرد. يلا بسرعة. نعم نعم أبو يوسف كمل يا ابن الحجاز كمل. طيب يا كمل بارك أردك عليه. تأدب أنت تأدب أنت خلاص وتأدب من الحجاز. خلاص أنت وتأدب. أنا اليوم طاحنك اليوم. يا جماعة إذا كان الحوار هكذا رايح يعني نقطع الحوار لو سمحت. أبو زينب كمل اتركنا من الردود، اتركنا ابن الحجاز كمل الردود. ممتاز يا أبو زينب. أنت تخطئني ولا ترد علي يا أبو زينب، هذا ليس إنصافا يا أخي. كمل هذا من بعد كمل يا ابن الحجاز. أحسنت. إذا لا تقاطعني عندما أتكلم وتنكر علي قول أنا تفضل يا ابن الحجاز. لما هو هذا أبو يوسف يتكلم بكلام يطعن في الصحابة ويقول عدول مدول هطول ما أدري شنو ويحسب أننا حمقى لا نعرف الرد، فنحن نرد عليه مباشرة. المعصور عنده نرد يا أخي، ما في مشكال. شنو الإشكال؟ اتركنا يا أخي نتكلم. قد يتكلم يمشي حتى ما يظل يسيء. خلاص أنا المايك، يلا أغلق المايك. أنهينا الحوار يا أخي لأنه أنهينا الحوار يا أخي لأنه أنهينا الحوار يا أخي لأنه ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام. حياكم الله جميعا. مدمر تحاوره. ايش صعده بدون تجاوزات على بالألفاظ، ولو كان تقول له جويهل وإلا فكنا يعني من هذا الأمر. أنا إذا كان تجاوز الأحسن نتركنا من الأمر، نطرد نحضر الآن. مقبول هذا يا المدمر؟ إذا تجاوز راح نرد عليه. إذا تجاوز نبهني أنا وأنا أرد عليه فقط. ما عندنا مشكلة. لا مشكلة. تفضل يا الموضوع ماذا تريد؟ لأنه الموضوع أنا لا أحب في عدالة صحابة، لكن الموضوع ايش؟ في صفين ولا ايش؟ أبو يوسف لا اتركنا الموضوع ذهب، اتركنا من هذا. اسمع لا والله أبو يوسف والله لا أسمع خليني أبدأ. أبو يوسف يا أخي أبو يوسف أعد الوقت وعطني وقت. أبو يوسف لو سمحت، الشخص ذهب ونزلناكم الاثنين، قلنا أنا اشترط على إذا كان الحوار إذا لم يكن حوار اتركنا من الأمر، سنغلق البث. قابل المدمر السني قال إذا تجاوز سنتجاوز عليه، قلت له نبهني على ذلك وأنا أتكلم معه. يوسف تحاور من الآن، نبدأ من الآن. ولكن أعطيني أول شيء أتكلم دقيقة، ما يصير. لا وقت الحجاز تعطيني لا ذهب وقت الحجاز، وقت ابن الحجاز تعطيني إياه. عطني 3 دقائق. اسمع هالكلمة خلاص بدون شخصنا قفل المايك. قفل المايك شطوري. مدمر سني عطني 3 دقائق. عطني 3 دقائق يا المدمر دقيقة فقط لو سمحت. دقيقة أبو يوسف راح نبدأ الحوار. لا راح نبدأ الحوار. قبل الحوار أبو زينب في اللغة العربية لما يقال أجمعين أكتعين أصبعين أبتع، لا هو قال هذا سبب صحيحة اتركنا منها. هو راح يتجاوز على اتركنا منها. ما يعرف اللغة العربية فلا تقدموا لنا. لا أبو يوسف لا يفهم شيء حتى في اللغة العربية الحوار يلا مرة ثانية أبو يوسف. أيوة اكتم، خليك شاطر.
طب أنا كتمت الآن. راح نبدأ مع المدمر. يلا الآن المدمر لك 5 دقيقة يا المدمر. أنا راح أفتح الكاميرا. 3 دقائق 5 دقائق راح أعطيك 5 دقائق لو سمحت. 5 دقائق ما عندنا مشكلة. دقيقة انتظر، تفضل انظر 5 دقائق. المدمر لو سمحت بدون تجاوز، تفضل. أما بالنسبة استدلاله ضيفنا أبو يوسف أن السيدة عائشة خرجت على الإمام علي وأن معاوية قاتل الإمام علي، طيب علي بن أبي طالب في كتاب وسائل الشيعة يقول لم يكن ينسب أحد من أهل الحرب لا إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكن كان يقول هم إخواننا. وكذلك في كتاب نهج البلاغة ومن كتاب الله عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقتص فيه مما جرى بينه وبين أهل صفين، وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، لا نستزيدهم بالإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا، يعني إحنا وجيش معاوية سوا بالإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم، إنما ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. طيب الآن يا أبو يوسف، أنت أعلم أم إمامك علي بن أبي طالب؟ أليس علي بن أبي طالب في دينك الشيعي باب مدينة العلم؟ نعم باب مدينة العلم. إذن الآن نحن نطالبك برواية صحيحة من كتب الشيعة ولا من كتب السنة أن الإمام علي حكم على السيدة عائشة ماذا؟ أنها خرجت عليه. فإن لم تجد رواية فعلي سكت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنت أعلم من علي بحكم السيدة عائشة، لأن علي لم يقل أن عائشة خرجت عليه، وأنت تطبل وتدندن وتقول أن عائشة خرجت على إمام زمانها، فأنت أعلم من علي بن أبي طالب في حكم السيدة عائشة. أما بالنسبة للصحابة الذين تقاتلوا كما جرى بين موسى وهارون، موسى حينما ذهب لميقات ربه 40 يوما مين خلف على المدينة؟ هارون. يوم رجع لقى القوم يعبدون العجل، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فأنت الآن يا أبو يوسف هل تقف مع موسى ضد هارون أم مع هارون ضد موسى، ولا تقول أنا أعتزل؟ فنحن نعتزل كما جرى بين الأنبياء، نعتزل كما جرى بين الصحابة. فإذا قلت أن معاوية والعياذ بالله أنه غير مسلم، طيب الحسن والحسين بايعوا معاوية في كتبك، وكذلك عندك في كتبك أنك تتهم الصحابة، صحابة علي بن أبي طالب. عوف العقيلي عندك خمار من صحابة علي بن أبي طالب، زرارة الذي بعد من صحابة المعصومين عندك قال عنه جعفر الصادق لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة. وكذلك في كتاب نهج البلاغة علي بن أبي طالب يقول لعمر بن الخطاب ليس بعدك مرجع يرجعون إليه يا عمر. وكذلك بعد يا ضيفنا أنت ما قرأت القرآن، ماذا قال الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي الله أعز بهم الإسلام، اللي علي بن أبي طالب في كتبك بايع أبو بكر في كتبك وقال عنهم تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مو صحابة أبوك اللي جابك. فإذا بغيت تتكلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأدب لا تقل أدبك. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما هي صفاتهم يا الله؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ماذا إلى أن قال تعالى ليغيظ بهم الكفار. فهذا اللي تحتي يغتاظ من صحابة رسول الله، إذن هو بنص القرآن ماذا؟ كافر. فالآن نحن نطالب بأن يأتينا برواية صحيحة عن الإمام علي أنه حكم على السيدة عائشة أنها خرجت عليه، وإلا علي سكت عن الحق والساكت عن الحق شيطان أخرس. وأما بالنسبة لعصمة الإمام علي في كتاب مرآة العقول علي بن أبي طالب برواية موثق كالصحيح يقول اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام ومن سوء الأحلام وأن يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام. فأين العصمة؟ تفضل.
ما زال وقتك، ما زال وقتك يا المدمر. ما ادري شوفك تضرب. فالان نطالب الضيف الشيعي ان يرد على الروايه اللي في كتاب وسائل الشيعه. علي بن ابي طالب يقول هم اخواننا بغوا علينا اي تعدوا علينا. وكذلك في كتاب نهج البلاغه ماذا قال؟ لا نستزيدهم بالايمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا. اعطها الوقت. خلص وقتك. تفضل يا هذا الاخ جاي متحمس وظاهر ما سمع الكلام في البدايه. جاوب بس لا تقعد تشخصنها. جاوب تفضل. المدمر اكتم المايك. سكر المايك واهدأ. هذا المسكين جاي متحمس وخذنا بالصياح ونحن اتفقنا. المسكين هو إمامك حينما اغتصبوا منا الخلافة. يا المدمر يا المدمر يا رجل والله إذا أرد عليكم بنفس الطريقة قسما بالله أنا تأدب معي. المسكين هو إمامك حينما اغتصبوا الخلافة منا ودخل على زوجته فخليك محترم. يا المدمر لا تخرب الحوار، خلينا نجلدك يلا مثل ما جلدنا اللي قبلك. يلا اسمع دقيقة أبو يوسف. أبطت عليك إنك تجلد ابن الحجاج وأبطت عليك إنك